ايه رأيك في استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والدفاع؟ المجالين دول كانوا معروفين بالبطء في التطوير، لكن دلوقتي AI بيتم اعتماده بشكل سريع غير مسبوق، وده بيفتح فرصة ذهبية للشركات الناشئة عشان تستغل الطلب المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي المبتكر. سوق الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية متوقع يوصل ل 188 مليار دولار بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي 37%. ووزارة الدفاع الأمريكية مخططة تستثمر 1.5 مليار دولار في ابحاث وتطوير الاي اي خلال 2025. الشركات الناشئه بدات تلاقي فرص ضخمه في استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير خطط علاج مخصصه لكل مريض، انظمه لوجستيه متطوره في المجال العسكري. لكن التحديات الكبيره هي في التعامل مع اللوائح والقوانين المعقده، تامين العقود والموافقات الحكوميه، نقص المواهب المتخصصه في المجال طبعا، واهم حاجه كانت مخاطر الامن السيبراني وتامين ضد الهجمات الرقميه. لكن الشركات اللي تقدر تفهم التحديات دي وتستغل الفرص هتكون في صدارة المستقبل، وهتقود التحول في مجال الصحة والدفاع. الذكاء الاصطناعي بيخلق ثروة هايلة ولسه هيخلق أكتر، لكن لو عايز الثروة دي تكون متاحة للجميع لازم نوسع الفرص للوصول ليه. شارك الفيديو ده مع أصحابك اللي مهتمين يعرفوا أكتر عن الذكاء الاصطناعي.